ماشيين بالعلاج يا اولاد ميتين الكلب. طيب قبل بس ما نتكلم على فريقي وقبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما اقول اي حاجه، يا عمي انا لعبت اوسخ ماتش ممكن تشوفه في حياتك، اديني حقي. انا من قبل بس ما حد يخش يزايد، انا من ساعه ما بدات القناه دي انا واخد نهج ان انا مش هتكلم على التحكيم يا باشا. في 11 واحد في الملعب و11 راجل قصادهم في الملعب، اللي تعرف تعمله اعمله. حتى لو الحكم متحيز عليك انت على الاقل عندك فرصه تجيب جون، عندك فرصه تدافع عن نفسك، عندك فرصه تعمل اي حاجه. لكن بس قبل اي حاجه بقى، انا شفت النهارده فجر تحكيمي اقسم بالله، فجر. يا راجل دي ضربه جزاء. يا حكم، هو انت الحكم اللي اعترضوا عليك طارق مجدي، اللي اعترضوا عليك الاهلاويه والكابتن محمود الخطيب لما قال لك مش هلعب ماتش القمه طالما فيها الكابتن ده والحكم ده، فطلعت تراضيهم يعني؟ طلعت تقدم ولاء، فروض الولاء والطاعه؟ دي قله ادب، قسما بالله قله ادب. وانا عندي مجلس اداره منبطح كله بيجي عليه، ما حدش عارف ما حدش عارف معانا حاجه. كل اللي بيعرف يعمل حاجه بيعملها، احنا ما نعرفش من حد حاجه. بص مش هتكلم على الحكم كتير، الحكم لجم الفريق، الحكم كل كوره كان بيحسب فاول علينا، الحكم الكوره اللي فاول ليا زي الكوره بتاعت بيزيرة في الشوط الاول بتاع عمرو السوليه خبط في ظهره حسب فاول علينا. ضربه جزاء مش ضربه جزاء من وحي خيال الحكم، يا راجل ايده هيقطع ايده يعني؟ هيقطعها؟ اركني بقى الحكم على جنب. طيب هبداهم بقى واحد واحد كده عشان انا مخنوق قسما بالله هطق. ماشيين والله العظيم بنتعالج، اقسم بالله بنتعالج بالراحه. اكتر واحد خانقني في حياتي في الزمالك يا جماعه، اي واحد في الدنيا اللي خلقها ربنا بيلعب مهاجم تسعه في اي نادي في العالم لازم يكون عنده على الاقل ميزه: قوي، سريع، هيدر، شويط، محطه زي مروان محسن مثلا، عنده ليونه وبيجري بيضغط. يا نفسي اعرف ايه الميزه اللي في سيف الجزيري بيخليه بيلعب في نادي الزمالك. نفسي اعرف الانديه القطريه والسعوديه والناس اللي شايفين لعيبه الزمالك دي لعيبه منتخب البرازيل الاول ما بيشوفوش سيف الجزيري ده خالص ويجيبوا له عرض. بس مين عبيط ابن عبيط هيدفع في الراجل ده دولارات غير الزمالك؟ مين يا راجل ده لا بيضغط ولا بيجري، عامل زي السلحفاه في الملعب مكسح اكتع. نفسي اشوف لامك فايده غير ان هي بليتة نبيك. بس كده انت بلوى، قسما بالله بلوى. سيف الجزيري بلوى. عبد الله السعيد من ساعه ما جه الزمالك هو تقريبا افتكره بطل يشوط، لا بيباصي صح ولا بيضغط. خلاص كبر، عنده 41 سنه حضرته، كبر. فانا مش هستناه يضغط، بس على الاقل اديني اللمسه اللي بتطلعني للجون، اديني الباص اللي انت متميز بيه طول عمرك، اديني الشوطه اللي بتشوطها من ضرب. يا راجل ما فيش كوره طالعه من رجلك صح يا عبد الله في الشوط الثاني؟ كوره طالعه من رجلك صح؟ عمر جابر ناشئ عنده 34 سنه، الواد اللي عنده اللي اسمه محمد ابراهيم اللي عنده بسريايه صغيره كده، حيوان ملوي في الملعب لسه عنده 18 سنه. يا راجل افيد منك هجوميا ودفاعيا، ده انت ملط. ده احنا لعبتنا كلها والله كلكم ملط. حرام عليكم التقل اللي ده، انتوا بتلعبوا باسم نادي الزمالك وربنا خدمك والظروف خدمتك وربنا كرمك في الشوط الاول. محمد بسام هو كمان ملط، غلط في كوره وجبتها جون. لا انت عارف تدافع ولا عارف تهاجم يا راجل. انت اتمسح بكرامتك الارض في نص الملعب، اتمسح بكرامتك الارض في نص الملعب في 90 دقيقه يا راجل. من الدقيقه 75 للدقيقه 85 انت ما لمستش كوره. بالعيال انا بلعب سيراميكا كليوباترا، انا بلعب برشلونه 2009. بيب جوارديولا كان يستحي يعمل اللي بيعملوه في نص الملعب ده يا راجل. ليه يا عم؟ بلعب ضد انيستا وبوسكيتس وتشافي، ما تضغط يا عم وخد الكوره. لا الصغيرين نافعين ولا الكبار نافعين ولا اللي في البرايم بتاعهم نافعين، وحاجه زي الزفت قسما بالله، زي الزفت. نزلت الشوط الثاني، الشوط الاول اصلا في الاول انا الجون الاولاني اللي دخل فيا انا شفت موبيقات في الباص. الونش باصه غلط، قطعت راحت لحسام عبد المجيد باصه غلط، راحت بعد كده لحسام عبد المجيد في نفسه لهاني سليمان كوبري. يا راجل الجون الاولاني اللي يجي فيك يتحط تدريس كده، يقولوا للعيبه الناشئين تعالوا، اوعى حد يعمل حركه زي كده. شايفين المنظر ده؟ اوعى تعمل كده، اوعى. ما بتعرفش تباصي الكوره ورا، شلت يا باشا. عارف انت زمان شتت الجنب الثاني على راي سلطان زميلي، ودي الجنب الثاني. لكن الثلاثه اللي في خط الدفاع، محمد اسماعيل مش قادر يا حبيبي ينط يطلع الكوره بالهيد، الونش باصه غلط، حسام عبد المجيد باصه غلط وجابها في نفسه. طيب انا مستني ايه بقى تاني؟ انا مستني ايه تاني من لعيبه زي دي؟ انا مستني ايه تاني؟ انا نفسي افهم انا مستني ايه تاني؟ مش مستني حاجه، والله ما مستني حاجه. الجون التاني الواد استلم ولف جسمه وعدل رجله وعزم وعمل ار2 ومفيش بني ادم في نص الملعب يوحد ربنا فكر يهاوشه، بس مش يضغط عليه، لا انا بخ كده اعمل لك مهاوشه بس عشان تقطع منه الكوره. في ايه يا عم انت وهو؟ في ايه يا سيدي؟ بدات تحلو والاهلي بقى عنده مشاكل وانا الدنيا مستقره عندي والدنيا بدات بتمشي وبتاخدوا فلوسكم اول باول وفي مكافآت فلوس بتاخدوها. ايه يابا؟
مكسحين. هتقولي بس اتحاد الكوره حط لك في النص ماتش، يا عم انا مالي، انا مالي، انتوا لعيبه بتاخد ملايين. امال الناس شغاله ب 14 15 ساعه في اليوم ده يعملوا ايه؟ لما انت مش قادر تجري 90 دقيقه في الملعب، مش قادر، وفي 5 تبديلات، يعني في 5 بيتغيروا. يعني يا باشا انزل افحت نفسك واطلع بعد نص ساعه، اطلع بعد ساعه في غيرك هينزل يفحت نفسه برضه. ده ما انا ضحيت باسهل بطوله ممكن اخدها السنه دي، البطوله الوحيده اللي ممكن اخليه اسم السنه دي موجود. ما انا الكونفدراليه هكمل، بس مش هكمل مع الوداد. في الدوري خلاص اهو، سيراميكا المتصدر، عملت انا معاه ايه؟ مسح بكرامه الارض، عراني في وسط الملعب، قسما بالله عراني. ليه يا عم انت هو كده يا كابتن؟ يا كابتن معتمد جمال، انا عارف ان انت راجل جاي في ظروف صعبه، وعارف ان انت راجل مشكورا كتر الف خيرك، قبلت المهمه. يعني بص، ما حدش كان يقبل بيها. بس بالله عليك، روح التدوير اللي عندك دي، انا قلت لك الماتش اللي فات يا كابتن معتمد احنا بنلصم الفرقه اللي عندنا بالعافيه. يا كابتن معتمد احنا اصلا بنزود الخطه بتاعتنا بالناشئين. يا كابتن مش كل ماتش تعمل لي 7 8 تغييرات يا لهوي. انت شايف ايه في اللعيبه اللي عندك عشان تعمل ما بينهم روتيشن يا كابتن معتمد جمال؟ ما اللي يتصاب يتركن. انا في اصعب مرحله في الموسم، انا هفكر اصل الواحد اصل جاله اجهاد، اصل شد عضل، يا عم ما اللي يتصاب يغور. سيب اللعيب يلعب، يطلع لي اوسخ حاجه فيهم. انت ايه الروتيشن اللي عملته ده؟ ما محمد ابراهيم كويس وخضري كويس والعيال بتديك، ما تسيبهم يلعبوا، ادي لهم فرصه واديهم ثقه وكمل بيهم. شفت ايه من عمر جابر خلاك تلعب بيه اساس؟ راجل يا عم على راسي يا عم، واحسن باك يمين في التاريخ يا راجل، ما بقاله شهور ما لعبش، شهور ما لعبش. انا الزمالك تعمل فيها كده؟ انا الزمالك يتحط عليا الطريقه دي؟ انا الزمالك اقعد بالعشره دي مش عارف المس كوره، واول ما امسك الكوره ودي قطعت عبد الله السعيد، ودي مش قادر يرفع رجله حبيبي، اسم الله عليه جده، مش قادر حبيبي، الله يعينه والله. مش هينفع اتكلم انا، ده راجل قد ابويا يعني، ما انا هغلط فيه. مش قادر، دماغنا بتغلي، الله يسامحكم، الله يسامحكم، الله يسامحكم. كل ما الاهلي يبقى عنده مشاكل انا بايدي اشيل مشاكله واحطها عندي بتاكس، خدها كده من حي الزمالك اللي هناك عندهم في الجزيره، واجيبها 100 عقبه. الزمالك خرج من البطوله، الزمالك خرج من البطوله. عايزين مني حاجه تاني؟ مستنيين ما اقول لكم اي كلام تاني؟ اشوفكم على خير بقى في بطوله جديده ان شاء الله، لما ربنا يكرمنا ونصعد بقى في كونفدراليه ونطلع نتكلم عن الزمالك، او لما نكسب ماتش في الدوري. سلام.